لو بده يبيع ايش يسوي؟ في بعض الاسهم بعض المضاربين بالاسم بس يقول لك هي بعد المضاربه بعد المقابله، تمام؟ لما يجي يصرف يحط طلبات قويه ويبدا يصرف فوق، تمام؟ يحط له مثلا على 31، تمام؟ ويبدا يصرف على 31، اي طلب يخش على 31 وربع، الناس لما يشوفوا مليون سهم على 31 يقول لك الله هذا طاير، حيطلب 31 ربع هو يديهم شويه كده يسحب، زي ما سوى فتيحي المضارب السابق، صرف على 34 صرف كميات مهوله، كان بيحط بال 500,000 سهم، تمام؟ بال 400,000 سهم، بال 300,000 سهم، صرف كميات دحدر السهم 22.5. عرفت؟ فبالتالي انت لما تراقب السهم تعرف مضاربه فين رايح وفين جاي يوميا، لكن لما تحط لي 20 سهم قدامك انت تركز على مين ولا على مين؟ تركز على ايش ولا على ايش؟ طيب انتوا يا اقتصاديين وانتوا يا تقولون وزع محفظتك يا حبيبي، لا تحط بيضك في سله واحده. وزع، احنا قلنا لك لا توزع. طيب احنا قلنا 3. كيف انتوا؟ انا بحط محفظتي ثلاثة. لا دقيقة، صلي على النبي، هي 3. ثلث سيولة ما تمسكها الا في الازمات والكوارث. الثلث الثاني استثمار، فضل لك الثلث الثالث طيب مضاربة، ركز في سهم واحد، ما تعرف تضارب الا لا لحظة، الثلث هذا احطه كامل في شركة واحدة؟ ضاربه، انت ما حد يضارب. طيب ضاربه، انا ضاربه. تبغى النسب يعني، تبغى النسب، اوكي انا اقعد اراقب السهم، خلينا ناخذ مثال. لا لحظة معليش، انت تقول ضاربه. ايوه اضارب فيه، ايش المشكلة؟ طيب اضارب فيه بشركة واحدة؟ ايوه ضارب في شركة واحدة. ايوه شركة واحدة، في شركة واحدة. ليش لازم؟ مو مخاطرة هذه يا دكتور؟ لا ما هي مخاطرة، بخسر ثلث. لا انت لما اصله حتى الثلث هذا انت ايش بتسوي فيه؟ احنا اوري لك تقسمه 3 اجزاء. مثلا انك انت قادر انك تشتري 1000 سهم، تشتري انت 300 سهم، هذه ثابته ما تتحرك، تمام؟ لانه السهم ممكن يفلت منك ويجي طالع، تمام؟ واسهم الثلث الثاني عندك كميات تشتريها وتعرضها فوق اذا حبيت تعرض، اذا وصل. طيب. اذا وصل هذا السعر تبدا تبيع على السعر الفلاني، تمام؟ واذا نزل يكون تحط تحت وتحط فوق، نزل اعطالك، طلع اخذ منك، فاخذ منك وطلع، عندك ال 300 سهم هذه ثابته، لما يطلع فوق جميل. مكسبك فيها.